السلام عليكم. أعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء عن قراراتها التأديبية الخاصة بمباريات الجولة العشرون من المنافسات الدوري الفرنسي. وتصدر اسم الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان قائمة اللاعبين المعاقبين في قرار بشأن ضربة موجعة لخطط المدرب لويس انريكي قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام أولمبيك مارسيليا. وقررت اللجنة إيقاف حكيمي مباراة واحدة نافذة إضافة إلى مباراة أخرى موقوفة التنفيذ على خلفية طرده المباشر خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورغ بعد تدخل قوي في الدقيقة 75 على اللاعب خواكين يانتشيلي. وبهذا القرار تأكد رسميا غياب أشرف حكيمي عن مواجهة كلاسيكو فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا المقررة يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب بارك دي برانس بداية من الساعة 8:45 بتوقيت غرينتش. نهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة والدعم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.